بسم الله، ازيكم يا احلى اخوات واحلى اخوات في الدنيا. يا رب تكونوا بخير وبصحه متمتعين. النهارده ان شاء الله معانا كده الصينيه التحفه دي، الصينيه اللذيذه، الصينيه اللي هي هتغنيك عن وقفه المطبخ كتير وعن التعب والفرهده اللي احنا بنشوفها في رمضان. دي احلى صينيه مكرونه ممكن تعمليها في ثواني، وطبعا هتعمليها كده بتركات مميزه بتخلي طعم المكرونه تحفه معاكي باذن الله. ويا رب كده فضلا وليس امرا لكل حبايبي ولكل مشتركيني، تدوسوا لنا لايك كده وتشتركوا لنا في القناه وتنزلوا لنا بكومنت بالصلاه على النبي. يلا كده نصلي على النبي كتير ونبتدي معانا في المقادير بتاعتنا. مقاديرنا سهله، مقاديرنا بسيطه، سهله كده، بس انا حبيت ان انا اوريكم ان هي فيها تريكات زي المحلات اللي بره اللي انتوا بتاكلوها. معانا كده بصلتين كده حلوين، عملناهم فرمتهم عادي ونزلت بيهم. وبعد كده عملت حطيت الحلة على النار هسلق فيها المكرونة. هحط لها معلقتين من الزيت وهحط لها نص معلقة من الملح وهضيف لها هضيف لها المكرونة. نزلنا طبعا بالبصلة بعد ما انتوا زي ما انتوا شايفين اتشوحت وبقيت لونها ذهبي كده. نزلت بيها باللحمة المفرومة بتاعتي. هتبل اللحمة المفرومة، احط لها ملح وفلفل اسود. ايضا يعني هحط لها السبع بهارات. كل البهارات اللي عندك بتاعت اللحمة حطيها. عندك برضو كبابة صيني حطيها، جوز الطيب حطيها، حلوة خالص. ادي المكرونة بتغلي، حطيت لها معلقتين من الزيت، نص معلقة من الملح، وضفت لها المكرونة ومعايا اللحمة المفرومة المعصجة. هضيف لها بعد كده مستوت هضيف لها صلصة زي ما انتم شايفين. هخليها تتسبك. هنزل بعد كده هعمل هعمل المكرونة البشاميل. حطيت معلقتين من السمنة حلوين، وهحط عليهم معلقتين من الدقيق وذرة ملح، وهقلب كل الخليط ده، وهخلي طبعا الدقيق يستوي شوية على النار لحد ما لحد ما هضيف له هضيف له اللبن، وهضيف له الفيجيتار بتاعه. طيب كده خلصنا. ضفت اللبن وضفت كل حاجة وضفت معلقتين من اللي هو خلطة البشاميل الحلوة اللي بنضيفها، بتديها نكهة حلوة خالص يا جماعة. بعد كده نزلت بالخليط بتاعي، حطيت لحمة مفرومة على بشاميل على المكرونة كلها وعملتها في بعضيها. سبت شوية بشاميل كده، يعني البشاميل كمية من البشاميل كتيرة. وبعد كده حبيت اديها لون، يعني المكرونة عشان بتبقى بيضة ما بتبقاش طعمها حلو يعني كده، والشكل بتاعها النهائي. فانا عايزه اخليها لونها كده احمر زي ما انتم شايفين. دهنت الصينيه، حطيت لها بشاميل الطبقه الاولى، وبعد كده نزلت بالمكرونه. شايفين لون المكرونه تحفه ازاي؟ لونها جميل يا ولاد، يعني فعلا تحطوها كده وهي يعني اللون بتاعها حلو وطعمها احلى. ولما تقطعيها وتحطيها في الطبق كده بتبقى لونها مميز حلو كده. لونها زي ما انتم شايفين، مش ابيض خالص. فكل ما تكون مدينها اللون ده بتكون طعمها احلى برضو بكتير، لانك انت بتشربيها من كل من كل البهارات، يعني كل مثلا التسبيكه بتاعتها البشاميل على خلط اللحمه المعصجه، فبتبقى طعمها رهيب فعلا. هحطها كده واحط الطبقة بتاعتها اللي في الاخر هسويها، واحط اللحمة المفرومة في النص، وبعد كده هضيف لها المكرونة تاني، بعد كده هضيف لها البشاميل اللي من فوق. بعد كده انا مسخنة الفرن بتاعتي. شايفين لون اللحمة المعصجة؟ لونها طعمها خطير فعلا. جربوها بالطريقة دي والله فعلا مش هتندموا. هضيف كل اللحمة المفرومة وهحطها واحط لها وهضيف لها البشاميل اللي في الاخر. وبعد كده هحطها في الفرن بتاعتي لحد ما تستوي. وبعد ما تستوي اكيد هتقدميها وهي كده سخنه وحلوه على الفطار، وهتاكلي احلى مكرونه بشاميل اللي انت هتعمليها من ايدك يا ست الكل. وبكده خلصنا الفيديو بتاعنا، وخلصنا طريقه المكرونه بالبشاميل بتاعتنا اللي هي فعلا تحفه. بتعمليها ما بتستغنيش عنيها طوال الشهر الكريم وطوال السنه كلها. وادي شكل المكرونه النهائي، تحفه، الطعم احلى. يا رب كده يكون اتبسطتوا، ويا ريت يكون استفدتوا حاجة مفيدة. وأرجو من الجميع أيضا الاشتراك واللايك والصلاة على النبي. وشكرا لكم، شكرا لمشاهدتكم. أشوفكم في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.